السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة الطبعة ريكو ال 4510 وارد ألمانيا، حلقة فرز زود. بسم الله ما شاء الله. النهاردة هنشرح لكم ازاي نشغل الطبعة نطبع من على الموبايل. لكل عملائنا اللي بيسألوا ازاي نطبع من على الموبايل، النهاردة هنوضح لكم ازاي نطبع من على الموبايل. طبعا لازم نكون موصلين الطبعة للنت، ونكون احنا كمان متصلين على نفس الشبكة اللي عليها الطبعة. تمام، نبدأ نشغل الطبعة. الطبعة معانا كده شغالة في وضع مود. تمام، تبدأ الطبعة تفتح معانا بالشكل ده وبتدينا طبعا ريدي. طيب نفتح البرنامج. طبعا نسيب لكم اللينك بتاعه على الفيديو. ده شكل البرنامج معانا، بيبقى بالشكل ده. طيب نفتح البرنامج مع بعض. يفتح معانا بالشكل ده، نديله موافق، نضغط برضه موافق، نديله الصلاحيات. بيحتاج منها صلاحيات بنديها له. بنخش على الاذونات، نديله الصلاحيات. كلها طبعا اللي هو طالبها. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ادينا كل الصلاحيات. نرجع تاني للبرنامج. طيب عشان احنا نوصل الطبعة طبعا على البرنامج وتتصل معانا، نضغط هنا هنلاقي حاجة اسمها التوصيل من خلال كود، نضغط عليها. مش هنعمل هنا اي حاجة خالص، هنضغط على اضافة ماكينة، البحث عن ماكينة واضافتها. طبعا هنا بنسيب الطبعة تحمل، اللي هو يبحث عن الطبعة لمدة من 5 ل10 دقايق. تمام، نتأكد طبعا ان معانا سلك النت طبعا شغال. اهم حاجة السلك معانا منور الدنيا تمام. بنلاقي معانا ان الطبعة هنا ظهرت هنا اهيت. طيب لو مش معمول عليها علامة صح بنضغط علامة صح. هنا جاي ما نعرفش هنا نسجل، فطبعا عشان الطبعة تتوصل معانا نضغط هنا على المربع. في ساعات بتبقاش مضغوط عليها وفي بيبقى مضغوط عليها، فطبعا لو مش ظاهرة معانا علامة صح نضغط عشان نختار علامة صح. نعمل تسجيل طبعا بعد ما تظهر معانا. طبعا هنا ظهرت معانا هنا هي الطبعة SB 4510. نضغط على الدايرة. هنا الدايرة هنا لا احنا نخلي الدايرة دي هنا. تمام، مش هنعمل اي حاجة خالص غير ان احنا نرجع. بنلاقي الطبعة معانا هنا اتوصلت فوق هنا هي SB 4510. طيب عشان نطبع بنختار هنا طباعة. عندنا نعرف نطبع صور، نطبع ملفات PDF. تمام، نقدر نطبع اللي احنا محتاجينه. تمام، بريد الكتروني، الحافظة، كل ده. طيب نفتح الألبوم طبعا عشان نختار طبعا اي صورة موجودة عندنا. بنختار الصورة اللي احنا محتاجين نطبعها، ونخش هنا على اعدادات الطباعة. طبعا زي ما هي كده بنعمل اكس من فوق. طيب احنا عايزين عدد مثلا نسخ، بنخليه 2. هنا طبعا بنلاقي حاجة اسمها النسخ هنا، فبنخليها 2 عادي او نسخة واحدة. عايزين كام صورة من كام عدد الورق اللي هيطلع في الطباعة الواحدة. عايزين 1، عايزين نسخة واحدة، عايزين 2، عايزين 3، عايزين 10، شغال يعني. طيب هنا بيقول لك هنا طبعا الطبعة ابيض واسود. تمام، طبعا معانا هنا ابيض واسود. طبعا نقدر نحدد A4 او A5 زي ما احنا عاوزين. احنا طبعا عايزينه A4 زي ما كان. جنب واحد طبعا دي الدوبلكس، لازم عشان نعمل جنبين لازم يكون في صورتين. طيب طبعا هنجرب تاني الدوبلكس دلوقتي مع بعض. طيب احنا خلاص عايزين نطبع، نعمل بدء الطباعة. بنلاقي الطبعة هنا بدأت تاخد معانا الأمر بالشكل ده، هتطبع معانا دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا طبعت معانا نسختين من على الموبايل ما شاء الله. الصورة طالعة واضحة جدا، مفيش أي مشاكل خالص. طيب عايزين نجرب نطبع تاني الدوبلكس مع بعض.
نختار الألبوم، نعمل مجلد ملف الجهاز، نحدد الصورتين اللي احنا عايزين نطبعهم، وليكن مثلا عاوزين نطبع الصورتين دول. خلاص اخترنا الصورتين، نعمل اختيار. طيب عندنا هنا الصورتين اللي احنا اخترناهم، نعمل اعدادات الطباعة، نختار عدد النسخ. احنا عايزين النسخة، عايزين صورة واحدة، وعايزين طبعا دوبلكس، نختار جنب واحد. لا احنا نخليها فتح اليسار طبعا عشان الصورة عمالة متبقاش واضحة. لا هنا احنا عايزين طبعا عمودي، اتجاه عمودي، فهنا في الدوبلكس بنختار فتح لليسار. تمام، وبنعمل طباعة. طبعا بتبدأ تاخد معانا الأمر. طبعا هنا بيديك انتهى الإرسال، وبعدين بيرجع تاني على الصفحة الرئيسية. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الدوبلكس معانا اهو بالشكل ده. اتطبعت معانا ايه، وش وظهر في الدوبلكس بدون اي مشاكل خالص، مفيش اي مشاكل خالص. طبعت معانا الدوبلكس اللي احنا عايزينه. فطبعا دي الطريقة بتاعة الطباعة الدوبلكس. طباعة الدوبلكس بنختار الوجه اللي احنا عايزينه، بنختار عدد النسخ. دي كده الطباعة من على الموبايل. حالات طبعا كلها فرز اول، الحبر طبعا بودرة، ضمان 4 شهور، خدمة ما بعد البيع، مكان المنصورة طلخ الموفي القديم، شركة الهادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.